الفكره كلها هي انا كنت يجي لي السيناريو اقول ده ينفع يعمله المخرج الفلاني، نقرا سوا، والله ده جميل عجبك، اوكي هات بقى مدير انتاج يقعد يعمل لي ده ميزانيه رفلي، تعالى بقى يا مخرج حط لي في كل دور 3 تنفار عشان نختار منهم على الترشيحات ونبتدي نشوف. اوكي النهارده لا، النهارده السيناريست بياخد الورق ويروح للنجم مش للمنتج، وهو يكمل الليل، والنجم ينقي المنتج وينقي المخرج وينقي الكاست، واخد بالك؟ فالعمليه هو اللي يتصل يوزع، فالعمليه بقت مقلوبه. ودلوقتي في نجوم بتنتج وتكتب وتخرج لا ده حر، هو حر طول عمرها بتحصل كده. لا يعني نور الشريف كان بيمثل وبينتج، واخد بالك؟ واظن وعنده تجربه اخراج او حاول يبقى في تجربه. لا عمل فيلم، عمل اللي هو بوسي واخد بالك؟ العاشقان حاجه كده، العاشقان اظن، واخد بالك؟ لكن اقصد ان هو يعني ده وارد ان انت تبقى الممثل والمنتج، خلاص ده فلوسك. لكن انا النهارده اصبحت منتج مجبر على انه يجي لي، فالحمد لله النجم جالي، ايوه حضرتك عايز ايه؟ عايز تجيب لي فلانه، سواء فلانه تنفع او ما تنفعش، هو عايزها يبقى هتيجي. المخرج الفلاني فينقي المخرج وينقي، فيبقى هو الدنيا المقلوبه دي ما تطلعش فيلم، واخد بالك؟ فاحنا الدنيا اتقلبت معانا. انا كنت بتمنى طول عمري، يعني انا كنت بص هقول لك على حاجه كده، انا جبت ورق اصحاب ولا بيزنس، فاكتشفت انه كنت بجيب يوميا من 55 ل 65 وجبه، ده كرو الفيلم. النهارده كرو الفيلم 350 بني ادم. ليه؟ معرفش. خلاص احنا يوم ما اخترعوا ان يبقى في حاجه اسمها كرفان، كان ده اختراع معدي، واخد بالك؟ كرفان للتصوير كله، ولاد وبنات. بعد شويه قالوا لا نجيب 2، واحد للبنات وواحد للولاد. بعد شويه بقى النجم له كرفان والنجمه ليها كرفان وكرفان لبقيه الناس. بعد شويه ابتدى يبقى في كرفان لكل حد في اللوكيشن، فتدخل اي لوكيشن تلاقي فيه 16 17 18 كرفان موجود. مواصفات، ده مواصفات وبفلوس وبحاجات كتير قوي. كان في زمان بنيجي لحضرتك زي الطياره كده، لحمه ولا فراخ؟ بس خلاص، فتقول لحمه او تقول فراخ، فيطلع لك الوجبه. خلاص بنروح نتفق مع حد 35 فراخ مع خضار ورز، 35 لحمه. حلو. النهارده في واحد جوه الانتاج اسمه مسؤول بريك، بياخد ورقه وقلم زي المنيو كده، هتاكل ايه؟ سمك. الاستاذ انا عايز كذا، انا عايز كذا، ده بيعمل لسته. النجوم عندهم طلبات في الحاجات. النجوم اي حد النهارده له اوردر في الوقت. فانت مش جاي تتغدى، انا مش جاي اكلك. انا كمنتج مش جاي اكلك. الاكل ده حاجه عشان اللي هي زي اللي احنا بنقولها، اللي امي كانت بتقول عليها زمان تصبيره، ريتشارج، يعني انت عشان تعيد شحن وتكمل نفسك. لا اصبحت جزء من ميزانيه انت بتتحمله بلا مبرر. كنا زمان، وانا ما زلت مصر ان هو ده الوضع الطبيعي، ان عندك في فيلم ماكير وكوافير ومساعدين بس. النهارده كل ممثل جارر في ايده ماكير وكوافير وجيش مساعدين والمساعدين. المساعد بتاعه بقى له مساعدين. واخد بالك؟ انا ادفع للمساعد بتاعك ليه؟ المساعد بتاعك انت جايبه عشان يساعدك، عشان يشيل لك حاجاتك، عشان اما تطلب كرسي يجيب لك، عشان انا مالي. في اجور بعض المساعدين النجوم دلوقتي بقت تتخطى طبعا تتخطى ميزانيه فيلم قصير. لا بقت تتخطى ميزانيه، بقت تتخطى اجر مساعد مخرج. واخد بالك؟ صحيح. وفي بعض الاهم تتخطى اجر المخرج نفسه. يعني في نجوم عندهم مساعدين بياخدوا اجور اعلى، اجور فظيعه. صحيح. عشان كده عايزين نقول اسامي يعني عشان ما يصحش. لا مش عايز اقول اسامي. بس المساعد بقول لك بقى معاه 2 مساعدين.
يعني تدخل للنجم تسلم عليه عايز كرسي، يقول له يا فلان هات كرسي، فلان ده يقول له فلان هات كرسي. هات كرسي، واخد بالك؟ لان هو ما بيتحركش من جنب الاستاذ لحسن الاستاذ يحتاجه، واخد بالك؟ او الاستاذه او ما شابه. فكره الكرو كتير قوي ده. وبعدين اللي خلى الشغلانه بهوات. بص يا حبيبي، اللي يلقى دلع وما تدلعش ربنا بيحاسبه يوم القيامه. صح. حلو. فما يجي نجم يقول لي كمنتج انا عايز كذا كذا كذا، اوكي بص يا استاذي، اللي يلاقي دلع وما يتدلعش ربنا بيحاسبه يوم القيامه. فالنجم جاي متدلع، جاي بيقول للمنتج انا معايا فلان وفلان 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 وفلان، اللي هم انت شايفهم يعني ممثل ما عندوش شعر وجايب كوافير. واخد بالك؟ لا دي حقيقه، دي حقيقه، ما بهزرش. ادي يقول لك مثلا ايه، جت لبيس بتاع حد قال لي انا باخد كذا والسواق بياخد كذا، قلت له سواق مين؟ قال لي سواق الاستاذ. قلت له وانا ادفع لسواق الاستاذ ليه؟ قال لي عشان بيجيبه. قلت له ابعت له عربيه تجيبه، لكن انا هدفع لسواق الاستاذ 2000 و3000 جنيه في اليوم، وانا السواق بتاعي اما يجي يشوف كده هيقعد معايا ازاي؟ يعني السواق اللي هو بيوديني انا ويجيبني، لان انا الراجل عجوز ما بسوقش بقى، فياخد له مبلغ. اللي انت طالبه ده انا ما ينفعش اديه، ابعت له عربيه، عندي استعداد ابعت له عربيه بسواق توديه وتجيبه، هيبقى اجارها مش كده بالسواق. بيقول لك الاستاذ بيقول لك لو السواق مش يبقى هو معترض، خلاص هتروح تجيب السواق، فالسواق بتاع ده يبقى سواق بتاع النجم التاني، يبقى بتاع النجمه، يبقى بتاع. فانت خدت طقم سواقين دافع له فلوس. بقول لك الفلوس الانتاج اللي بتتصرف بره الانتاج كتيره جدا. انا اذكر ان الاستاذ عمر الشريف لما كان بيعمل فيلم ايوب، استاذ هاني لاشين نزله جنب الاستوديو، فنزله في مينا هاوس وجاب له عربيه مرسيدس بسواق عشان توديه وتجيبه. فقال له ايه اقرب اوتيل جنب استوديو مصر؟ قال له اوتيل سياك، بس ده 4 ستارز. قال له لو 1 ستارز انقلني فيه ومشي العربيه دي خلاص، والفلوس دي احطها على الشاشه. انا النهارده اخر حاجه بيتكلموا فيها دلوقتي اللي هيبقى على الشاشه، الكواليتي بتاعت اللي هيبقى على الشاشه. عايز اقول لك ان يعني ايه، احدى الممثلات اعترضت ان الكشاف مش يعني الاضاءه مش عليها. فالمخرج قال لها ما هو انت وقفتك هنا ما ينفعش يبقى الاضاءه، يعني ده رؤيتي. قالت لا انا المره الجايه هجيب قبله على حسابي.